جربت اطلع الساحل يوم واحد بس، واتفاجئت من اللي شفته هناك. بصوا ما شاء الله الجمال والبحر. صباح الخير، انا على الدائري دلوقتي اهو ان شاء الله. اتحركت من شويه ورايح لاصحابي ان شاء الله هقابلهم. وهنروح سوا كلنا مع بعضنا النهارده ان شاء الله، يكون يوم حلو يوم جميل. دعواتكم ان شاء الله، اشوفكم هناك. يا حماده، ايه، صباح الفل يا حماده. صباح الورد يا سيدي. رحلة جميلة بإذن الله. طالعين إن شاء الله الساحل كده انا وهشام. هنعمل أحلى يوم في الساحل. وصلنا اخيرا الساحل. بس من الواضح اننا في الساحل الشرير مش الطيب. تفتكروا عامل ازاي؟ ودي هنا كده الابراج بتاعت العلمين. يعني المدينة بتاعت العلمين بقت حاجة تانية خالص. انا في الحقيقة زرت المكان دوت من حوالي 5 سنين تقريبا. كان صحراء. بصوا ما شاء الله الجمال والبحر. اتفرجوا، انا عايزكم تتفرجوا على المكان وجماله والشط. الجو هنا ما شاء الله حاجة تانية خالص. يعني مية وبحر ورملة، حاجة تانية ما شاء الله. ودي واحدة من أكتر المناطق اللي لفت نظري جدا هنا في الساحل، في منطقة العلمين. منطقة فندق ريكسوس العلمين بشكله طبعا الخرافي والجميل ده والتحفة. داخلين طبعا نسأل على التيكتس كام. سعر التيكت للشط هنا في العلمين قدام فندق ريكسوس على طول. أهلا بكم في مارينا. دلوقتي احنا هنشوف هناكل كريب ولا هناكل من بريموز ولا عم سمير بتاع الفطير. هم دول يعني لقيناهم هنا، فهنشوف حاجة ناكلها. اللي بتشات. الصراحة احنا كنا جايين ناكل، بس شفت المنظر ده ما يتفوتش خالص. شايفين البحر عامل ازاي هنا في مارينا؟
وقع ميه ساعين. Sei la promessa che resta per sempre. بعد ما خلصنا اكل اتحركنا بسرعة عشان نروح اول حفلة في اليوم بتاعنا. يوم النهارده فين العسل فين شاوروا عليه قولوا له يهدى هو اللي فيهم من اول ما جيت الساحل وعايز اقول لكم ان الطريق روعة بجد. دلوقتي رايحين سيدي عبد الرحمن عشان عندنا حفلة تانية مفاجأة. ودي بقى قرية بيانكي. أنا مش كبير وشعري أسود زي الليل والليل ما بيعديش طول فرض أنا أعرف عادي أجيبك عود بس أنا مش خايف أنا ساموراي نزعي نفسي وبيته عاش يومي كارلوس أيام زمان وقت الفرح وقت الألم أنا وسط بكرة مليء ما شاء الله الابراج في العلمين حاجة جديدة خالص، ودي حاجة حلوة قوي يعني. فالحمد لله الدنيا بتتطور. الصراحة الساحل اتطور جدا جدا، وخاصة منطقة العلمين. زي طبعا ما انتم شايفين الدنيا اتطورت خالص خالص من اخر مرة كنت موجود فيها في الساحل او في العلمين يعني. وعموما يعني انا شايف ان تقريبا كل سنة بيكون في حاجة جديدة، فما شاء الله يعني. لو شفتوا الابراج حتى دي يعني ما شاء الله بقى المكان عامل زي دبي، وان شاء الله يكون افضل كمان. احنا خلاص خلصنا الحمد لله اليوم بتاعنا في الساحل الشمالي، وقضينا يوم حلو فعلا جدا جدا. وفعلا فعلا الواحد محتاج يجي الساحل الشمالي كل فترة يعني. المكان فعلا اختلف كتير جدا 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 عن السنين اللي فاتت. فهنتحرك دلوقتي ان شاء الله، وبإذن الله ان شاء الله نوصل القاهرة بالسلامة.